العاصمة الثالثة في مصر في العصر الإسلامي، تفتكر شكلها بقى عامل إزاي بعد 1200 سنة من بنائها؟ أهلا بيك من ثالث أقدم عاصمة إسلامية في مصر، مدينة القطائع. حييك ونبدأ الفيديو بتاعنا. عمرو بن العاص لما فتح مصر بنى مدينة الفسطاط سنة 642 ميلادي 21 هجري، وفضلت الفسطاط هي العاصمة الشعبية أو العاصمة الأساسية الإسلامية لمصر اللي كان بيتم منها الحكم واللي كانت الناس كمان بتعيش فيها. وبعد 100 سنة من بناء الفسطاط تقريبا اتبنت مدينة العسكر مع بداية الحكم العباسي، ولكن مع ظهور أحمد بن طولون بدأ يظهر حاجة جديدة خالص، لأن مصر كان اسمها الدولة الطولونية. احمد بن طولون اصلا كان راجل عسكري وكان عنده جيش كبير جدا من مختلف الجنسيات، ولما لقى ان الجيش بتاعه كبير ومدينه الفسطاط والعسكر مش مكفيين الجيش، قرر ان هو يبني مدينه جديده وهي مدينه القطائع اللي احنا فيها دلوقتي. واللي اختار ان هي تكون في المنطقه الفاضيه ما بين جبل يشكر اللي احنا واقفين عليه دلوقتي لغايه منطقه المقطم. وبيقال ان هو كان ماشي بالفرس بتاعه والفرس بتاعه اتكعبل في حاجه كده في حفره، فهو اختار ان المكان ده يكون العاصمه بتاعته الجديده اللي بقى اسمها القطائع. احمد بن طولون اصلا كان من اصل تركي، مش تركيا بتاعت دلوقتي، ولكن من قبائل التغزغز من بخارى. قصه حياته غريبه جدا وطويله، ولكن اللي عايزك تعرفه انه حكم مصر بالحظ تقريبا. وكان الاثر الباقي من مدينه احمد بن طولون هو مسجد احمد بن طولون اللي انا فيه دلوقتي، المبني فوق جبل يشكر. والجامع اتبنى على شكل الجوامع الموجودة في العاصمة العباسية في العراق، سامراء. شايف المأذنة اللي هناك دي من المآذن بتاعة سامراء؟ بيقولوا ان اللي بناه مهندس مصري اسمه سعيد بن كاتب الفرغاني، وابن طولون طلب منه ان هو يهد الكنائس علشان عايز 300 عمود منها علشان يبني الجامع ده. ولما المهندس ده رفض يبني الجامع ويهد الكنائس، احمد بن طولون حبسه لغاية ما المهندس ده قال له انا عندي فكرة، اخليني ابني لك الجامع من غير ما نهد ولا كنيسة وما ناخدش ولا عمود. ولكن القصه دي رفضها كتير من المؤرخين، وبيقولوا ان اللي بنى الجامع ده هو المهندس احمد بن محمد الحاسب، وده كان مهندس عراقي جه مع احمد بن طولون اصلا من سامراء، علشان كده عارف العماره هناك، فبنى لنا الجامع بتاع احمد بن طولون ده على نفس العماره بتاعت سامراء اللي هو فعلا شافها. ولكن المهندس المصري ما كانش شاف عماره سامراء ولا المآذن بتاعتهم علشان يبني شبهها هنا. من المرات النادره اللي اجي فيها جامع احمد بن طولون والاقي فيها الميضه فاضيه كده، كنت دايما بحب اصورها وهي فاضيه بس ما كنتش بعرف. وطبعا معروف مقاله احمد بن طولون عن الجامع ده بانه كان عايز جامع اذا احترقت المدينه لا يحترق واذا غرقت المدينه لا يغرق، وفعلا كأن نبوءته اتحققت، وان الجامع ده هو الاثر الوحيد الباقي لينا من مدينه القطائع.
وبنى احمد بن طولون لنفسه قصر كبير، وكان المؤرخين بيقولوا عنه انه قصر كان يسر الناظرين. يا جدعان انا بيطلع عيني كل مره لما باجي اطلع المأذنه دي، فيلا بينا نطلعها، مع اني بخاف من المرتفعات اصلا. زي ما احنا طالعين كده، احنا طالعين دلوقتي المأذنه بتاعه احمد بن طولون اللي هي على طراز سامراء. المنظر من هنا تحفه، تشوف مصر كلها تقريبا او مصر كلها من هنا. هو المفروض ان احنا نطلع كمان لسه المأذنة اللي فوق. المدرسة اللي ورايا دي مدرسة سرغطمش، وده كان امير مملوكي، وهو يعني المدرسة دي اللي من اعلى مأذنة احمد بن طولون. ما تنساش يا صاحبي تعمل سبسكرايب للقناة علشان الدنيا تكبر ونوصل لاكبر قدر ممكن من الاثار والاماكن في بلدنا.